السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعين الأعزاء، متابعين قناة عيشها صح. أهلا بكم في فيديو جديد. ولكن قبل ما نبدأ ما تنسوش اللايك وتفعلوا زر الاشتراك عشان يوصل لكم كل جديد من قناتنا. النهاردة هنتكلم عن مشكلة بتواجه كتير من الناس في الأيامنا الحالية، وهي مشاكل الجهاز الدهليزي. والنهاردة بالأخص هنتكلم عن تأهيل مشاكل الجهاز الدهليزي، وهنعرف من خلاله ازاي هو ان احنا من خلال ان شاء الله الفيديو بتاع النهارده هنعرف ان هو رحلة لاستعادة التوازن والثقة في الحركة. طيب، احنا النهارده هنتكلم عن الجهاز الدهليزي، وبنقول عنه ان هو المسؤول عن التوازن والاحساس بوضع الجسم في الفراغ، وازاي ممكن تأهيله لما يحصل فيه خلل يؤدي لدوخة او عدم اتزان او شعور بالدوار. هنفهم مع بعض اسبابه واعراضه وطرق العلاج والتأهيل اللي بيساعد المريض يرجع يعيش طبيعي. الجهاز الدهليزي بكل بساطة هو جهاز موجود داخل الأذن الداخلية، وبيشتغل كميزان للجسم. يعني بكل بساطة هو جزء من الأذن الداخلية، مكون من قنوات هلالية زي ما احنا شايفين في الصورة، وأكياس صغيرة فيها خلايا حسية بتستشعر حركة الرأس واتجاهها. المخ بياخد منها إشارات وبيوازنها مع معلومات من العين والعضلات عشان يحدد وضع الجسم بدقة. لما يحصل خلل في الإشارات دي المخ بيتلخبط، والمريض بيحس بدوخة أو دوار أو ميلان. أعراض اضطراب الجهاز الدهليزي إيه؟ أولا إحساس بالدوخة أو الدوران، عدم توازن أثناء المشي، صعوبة في التركيز، غثيان أو ترجيع مع الحركات المفاجئة، حساسية من حركة الرأس أو الإضاءة القوية. الأعراض دي ممكن تكون خفيفة أو شديدة حسب سبب المشكلة. أسباب اضطراب الجهاز الدهليزي مش شرط تكون العدوى أو الالتهاب. الأسباب كتيرة، ومنها أولها دوار الوضع الانتيابي الحميد اللي هو اسمه البي بي بي في، وده بسبب تحرك بلورات صغيرة داخل القنوات الهلالية. اتنين، الفيستيبولار نيورايتس اللي هو التهاب العصب الدهليزي، العصب نفسه يكون ملتهب. تلاتة، ديسيز اسمه مينرز ديسيز. أربعة، إصابات الرأس أو العنق، طبعا سبب من أسباب اضطرابات الجهاز الدهليزي بشكل واضح. خمسة، ضعف في النظر أو في عضلات التوازن، طبعا سبب واضح وأكيد يسبب اضطراب في الجهاز الدهليزي. ستة، القلق المزمن يسبب أحيانا دوخة وظيفية. هنا بنقول إن الطبيب مش بيكتفي يوصفك يوصف لك الدوخة، لازم يفهم مصدرها. يعني إيه يفهم مصدرها؟ يعني من خلال التشخيص، وإنه بيعتمد على الفحص الكلينيكي وتقييم التوازن وحركة العين، وكمان اختبارات زي الديكس هول بايك تيست أو الهيد ثراست تيست. كل دي تستات بيقوم بيها الطبيب العلاج الطبيعي عشان يعرف ويتأكد إن المشكلة سببها هو اضطراب في الجهاز الدهليزي. أحيانا بيطلب الطبيب MRI أو اختبار السمع لو شك في سبب مركزي أو في الأذن الداخلية. هنا بنقول إن العلاج مش دواء بس، وإن التأهيل بيعلم الجسم يعيد توازنه بنفسه. تأهيل الجهاز الدهليزي أو ما يعرف بالفيستيبولار ريهابيليتيشن هو برنامج تمرينات علاج طبيعي بيتعمل حسب الحالة، وهدفه يحفز المخ ويعيد تدريب نفسه على التوازن، يقلل الدوخة تدريجيا، يحسن المشي والثقة في الحركة. بيبدأ الأخصائي بعد التقييم يحدد نوع التمارين المناسبة. أنواع التمارين دي احنا بنقول ان اولها تمارين التكيف اللي هي الادابتيشن، زي تحريك الرأس مع النظر على نقطة ثابتة. اتنين، تمارين السبستيتيوشن او تمارين التعويض اللي هي تعليم الجسم انه يعتمد على حواس تانية لما الاشارة من الاذن تكون ضعيفة. تلاتة، البالانس والجيت، ودي تمارين التوازن والمشي زي المشي على خط مستقيم او الوقوف على قدم واحدة. أربعة، تمارين البي بي بي في الخاصة اللي هي الإبلي زي الإبلي مانوفر لإرجاع البلورات لمكانها الطبيعي، ودي طبعا التمارين دي طبعا بيتم تعلمها وبتتم تحت إشراف أخصائي علاج طبيعي. هنا بنقول إن دور العلاج الطبيعي مش بس تمرينات، ده تدريب للمخ والجسم مع بعض،
وإن أخصائي العلاج الطبيعي بيقيم الحالة ويحدد مستوى الاتزان وبيعمل خطة تدريجية وبيتابع تحسن المريض أسبوعيا ويعدل البرنامج حسب الاستجابة. كمان بيدرب المريض على تمارين في البيت لضمان الاستمرار. أخيرا احنا هنا بنقول إن التوازن بيتحسن بالتدريج، المهم الصبر والاستمرار، الاستمرار في التمارين حتى لو كانت صعبة في البداية، في الآخر هتكون النتيجة مرضية إن شاء الله ومحققة الهدف. ونتمنى الشفاء لجميع المرضى. وإلى هنا ننتهي من فيديو اليوم، ونرجو أن نكون أفدناكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.